يا مساء الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في البسكوت ده؟ البسكوت ده بيتهيألي فيه ناس كتير ما تعرفوش او ما بتعملوش. ده اسمه بسكوت البسيسة، بنعمله بدقيق الذرة. خفيف وهش، وزي ما انتم شايفين منظره بيطلع حلو جدا جدا، هيعجبكم خالص خالص. ريحته يعني بجد ريحته جميلة جميلة جدا جدا. الناس اللي هما بيحبوا البسيسة يعملوا الوصفة دي، هيتبسطوا بيها جدا. كوباية ونص دقيق ذرة، تكوني نخلاه كويس، وهنحط عليهم 3 معالق كبار سكر بودر، وهحط عليهم 4 معالق كبار نشا ذرة عادي، 4 معالق كبار نشا، و3 معالق كبار سكر وفانيليا وبيكنج باودر. هفضيهم عليهم برضو كل المواد الجافة اهي مع بعض. بسكوت سهل وطريقته سهلة جدا. هنا ده معايا ربع كوباية عصير برتقال، تقدري تخليها اكتر. انا هنا عشان بعمل فيها اختبار لكيس البيكنج باودر اللي معايا، لان كنت شاكة فيه شوية رغم ان تاريخه جديد جدا. فبس دي طريقة حلوة، لو حسيت ان في فوران حصل خلاص بقية الكيس فضيته اهو على المواد الجافة. وهنحط معلقتين سمنة كبار، سمنة نباتي. تقدري تستبدلي السمنة بزبدة او ب4 معالق زيت. وهنبس فيهم كده لحد ما تحسي السمنة اختفت وكله شرب من بعضه زي ما انتوا شايفين كده اهو، كده خلاص. هنزل بقى بالعصير وهكمل عجن بمية. كده انا فضيت شوية العصير اللي دوبت فيهم البيكنج باودر واطمنا ان هو سليم. هكمل العجن بمية خلاص. مجرد العجينة ما تلم معاكي بيبقى كده خلص البسكوت، ما بياخدش في ايدك اكتر من دقيقتين 3 في العجن. بتفضي مية معلقة معلقة، مجرد ما العجينة هي لمت بالطريقة دي بتنضفي ايدك وتغسليها. وبعد كده بتدهني ايدك زيت، بتكوري فيها كده، تعمليها كور وبعد كده تبططيها. سهلة جدا هي. طريقة تشكيلها يعني سهلة جدا. بنكورها كده كور صغيرة كبيرة، المقاس اللي انت عايزاه. وبنبططها بس تخلي ارتفاعها حوالي سنتي كده. يعني ما تبططهاش جامد لان هي بتفرش تاني في الفرن من النار. لان ده دقيق ذرة وملوش عرق، فلازم هتفرش منك شوية. بنكمل الصينية، وهعمل صينية تاني. هما جم صينيتين، واحدة مليانة واحدة مش مليانة قوي زي ما هتشوفوا كده. بتسوي في الفرن على الشبكة، بتولع الفرن من تحت بس درجة حرارة يعني فوق 180 درجة حرارة. 180 بتاخد من 20 ل25 دقيقة وبتخرجي. دي تاني صينية اهي. وده شكلهم بعد ما بيخرجوا من الفرن، بياخدوا من 20 ل25 دقيقة مش أكتر. بعد 20 دقيقة بص عليها، ولو احتاجت لون بتولعي الشواية وتكوني حطاهم على الشبكة، والفرن تكون سخنة الأول قبل ما تحطيهم. لو عندك الفرن فيها درجات خليها 180، ما فيهاش درجات هتخليها فوق المتوسطة كده بشوية وبرضو على الشبكة. جربوا ان شاء الله يعجبكم وتتبسطوا بيه. زي ما انتم شايفين كده شكله فظيع، لونه جميل جدا، الريحة والطعم. للناس اللي بتحب بقى البسيسة هيتبسطوا جدا بالبسكوت ده. ريحته جميلة جدا. معروفة ان دي الذرة من المخبوزات اللي بيطلع منها ريحة حلوة كده وريحة قوية، وهش وخفيف ودايب جدا جدا اهو. يعني ولا بسكوت نواعم، بجد حلو قوي قوي، هتتبسطوا بيه. لو عجبكم بقى الوصفة الحلوة دي متنسوش تعملوا لايك للفيديو، ونشوفكم على خير. باي باي.